انتي هتفضل مكسوف كده كتير. قال لي يعني ايه؟ قلت له قاعد بعيد ومش قاعد جنبي. مالك؟ هو انت حد زعلك؟ قال لي لا يا حلوة. بقولك ايه؟ قلت له قول. قال لي انا عندي صاحبي عزيز عليا قوي وعايزه يبقى موجود معانا في السهرة دي. قلت ايه؟ قلت له صاحبك؟ قال لي ايوه. ايه متضايقة؟ قلت له لا. طيب ماشي موافقة. وفعلا مفيش دقايق ولقيته جاب صاحبه ودخل، والتصرفات والحاجات الغريبة اللي بدأوا يعملوها هما الاتنين جننتني خالص. ما كنتش عارفة بصراحة أركز ولا أستوعب، لأن النور اتطفى وما بقتش مميزة مين فيهم بيعمل إيه ولا مين بيتكلم. لكن بصراحة اللي عشته في اليوم ده خلاني أحس إني نقلت لدنيا تانية خالص. أيوة زي ما بقول لكم كده. وبصراحة اكتشفت الموضوع ده وحبيته قوي قوي، وبقيت كل يوم أطلبه وأفكر فيه. ومش عارفة بقى أوصف لكم شعوري وقتها كان إزاي. هقول لكم الموضوع بالتفصيل من بدايته خالص لحد اللحظة اللي أنا فيها دي. بس الأول عايزاكم تنزلوا بسرعة تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وأول بأول. كانت معاكم جوري ستوريز، ويلا بينا نكمل قصتنا ونعرف صاحبة القصة إيه اللي وصلها لكل ده. أنا بصراحة كده كنت متجوزة في محافظة تانية بعيد عن أهلي، وكنت ست بيت زي أي ست. لكن الظروف والمعيشة كانت صعبة جدا فوق ما أي حد يتخيل. والمشكلة الأكبر إن جوزي ما كانش بتاع شغل خالص، فين وفين لما ينزل يدور على شغلانة، يوم يشتغل و10 قاعد في البيت. والموضوع ده كان ضاغط على أعصابي وأسفتني جدا، وما كنتش عارفة أتصرف إزاي ولا أحل الأزمة دي منين. حاولت معاه كتير قوي بكل الطرق، بالكلام الطيب مرة وبالخناقة مرة، لكن من غير فايدة. كل ما أكلمه يقعد يقول لي هعمل إيه يعني؟ أقول له يا راجل انزل وسع على رزقك، انزل اشتغل أي حاجة. يقول لي ما أنا بنزل وبدور وبرضه مفيش فايدة، السوق واقف. بصراحة ما كنتش عارفة إيه آخرة العيشة دي ولا هفضل صابرة لحد إمتى. الخناقات بينا ابتدت تزيد يوم عن يوم، والديون كترت والبيت فاضي تماما، وأنا ما كانش في إيدي حاجة أعملها، لأن الحاجة الوحيدة اللي كنت بعرف أعملها إني ست بيت. كلمت واحدة صاحبتي أعرفها من زمان عشان تشوف لي أي شغلانة في أي مكان، لكن اتفاجئت بيها بتقولي وتشتغلي وتتعبي ليا خايبة؟ ده انتي ست جميلة وحلوة، وبصراحة ناس كبار كتير قوي يتمنوا الإشارة منك. قلت لها باستغراب انتي تقصدي إيه بالظبط؟ اوعي تكوني بتقولي على السكة المشبوحة اللي كلمتيني عليها قبل كده. أنا قلتلك قبل كده أنا مش من البنات دول ولا دي سكتي. قالت لي بنبرة كلها إغراء مفيش قدامك غير كده يا حبيبتي، البيت هيتخرب وهتتفضحي بالديون، ها هتعملي إيه؟ قلت لها والتردد باين عليا مش عارفة، انتي رأيك إيه؟ قالت لي بصراحة كده أنا عايزاكي تروحي تجربي، مش هتخسري حاجة، وده رجل أعمال سري جدا ومهم، ولو اتبسط منك ومشي الموال صح هتشوفي الخير والعز كله معاه. ضعفت وتفكيري اتلخبط، ولقيت نفسي بقول وإيه المشكلة؟ أما أروح وأجرب مش هخسر حاجة، ما هي العيشة ضربة ضربة. وفعلا أخدت العنوان اللي صاحبتي ادتهوني ورحت. دخلت الشقة ولقيت شاب مش صغير قوي، يعني في أوائل الأربعينات كده. أول ما شافني وبصلي قال لي إيه ده انتي طلعتي أحلى من الوصف بكتير. قلت له حلوة إزاي يعني؟ قال لي تعالي بس تعالي وأنا أقولك. مسكني من إيدي ووقفني قدام مراية كبيرة في الصالة وقال لي شايفة إيه؟ قلت له بتوتر شايفة نفسي. قال لي انتي زي القمر، حاجة كده سكر وطعمة. وأنا بصراحة من الأول كنت عارف إن نظرتي فيكي مش هتخيب أبدا. كلامه كان بيكسفني ويجرأني في نفس الوقت، كان بيقول لي كلام عمر جوزي حتى ما فكر يقوله لي ولا حسسني بيه. قلت له بحياء مزيف عيب الكلام اللي انت بتقوله ده. قال لي هو ايه اللي عيب؟ ده انتي ست الستات. بقولك ايه، ما تيجي ندخل الأوضة دي جوه. قلت له ليه؟ قال لي تعالي بس عندي ليكي كلام كتير ونفسي نقعد أنا وإنتي لوحدنا نتكلم براحتنا. قلت له ماشي ما فيهاش حاجة، ودخلت معاه الأوضة. قعد يتكلم معايا ويهزر ويضحك، لكن شوية بشوية بدأ يتجرأ أكتر، وإيديه ابتدت تروح في أماكن غريبة وتتحرك بجرأة وأنا قاعدة ساكتة خالص ومش قادرة أنطق بكلمة. بدأ يعمل كل اللي في خياله، وبصراحة المجهود والتفاصيل اللي حصلت أخدتني لدنيا تانية خالص ما كنتش أعرفها. وكان بيطلب مني أتفاعل معاه وأقول كلام يحفزه، وأنا من كتر الانبهار سمعت كلامه في كل حاجة. لكن بعد ما الموضوع خلص لقيت بيطلب مني طلب أغرب بكتير. لقيته بيقول لي بصراحة كده أنا صاحبي قاعد بره في الصالة، وصاحبي ده تقيل وقرشين حلوين، وكل ما تظبطيه وتكوني كويسة معاه كل ما يظبطك أكتر بالفلوس والهدايا. قلت له بدهشة إيه؟ أنا اتفاقي كان معاك أنت؟ قال لي وماله، ما احنا الاتنين موجودين والسهرة صباحي. وفجأة لقيت نفسي بوافق من غير ما أفكر، ونادى لصاحبه ودخل. والبركان اللي عشته معاهم هما الاتنين في الليلة دي خلاني بعد ما خلصوا مش عارفة أحط رجلي على الأرض ولا أدوس عليها من كتر التعب والجنان. والمشكلة الأكبر إني اتعودت على السكة دي خلاص، وبقت دي حياتي والفلوس تجري في إيديا، لحد ما الأيام دارت واتطلقت من جوزي بعد مشاكل كبيرة. لما عرفت إنه بيعرف ستات عليا
قلت له مستحيل أكمل معاك ثانية واحدة، واتطلقنا، وما كانش ليا غير أخويا محمود. رحت له أنا مكسورة وهو واقف جنبي وقال لي لازم تكوني معايا، انتي ليكي مين غيري. ورجعت عشت معاه ومع مراته في بيت العيلة. مراته كانت بتمثل إنها كويسة معايا، لكن أنا كنت حاسة طول الوقت إني تقيلة على قلبها وإنها مستحملاني بالعافية. وكنت قايلة لنفسي أستحمل وأسكت، أنا ماليش مكان تاني أروح فيه. وفي ليلة من الليالي كنت قاعدة في أوضتي ومخنوقة، وهم افتكروني نمت. قلت أقوم أدخل المطبخ أعمل حاجة أشربها وأجيب مكسرات أسلي نفسي بيها. وأنا معدية بالراحة من قدام أوضة أخويا سمعت صوتهم. صوت مراته كان عالي وطالع بنبرة فيها دلع وجنان غريب يخلي أي حد يقف مكانه، وهي بتقوله وطي صوتك يا راجل انت، أختك هنا في الأوضة اللي جنبنا، بلاش عمايلك دي. وهو يرد عليها بضحك وجرأة ويقول لها اسكتي يا شيخة، أختك في سابع نومة ومش حاسة بحاجة. أنا كنت واقفة ورا الباب، قلبي بدقاته هيطلع من صدري، وبصيت من خرم الباب وشفت وسمعت تفاصيل وكلام خلاني أترعش من قمة راسي لساس رجلي. أفكاري القديمة والحرمان اللي عشته رجعوا يحكموا عليا في ثواني. وفي وسط ما أنا واقفة مش قادرة أتحرك ولا أخد نفسي، إيدي خبطت في الباب بالخطأ وعملت صوت. في ثواني الباب اتفتح ولقيت أخويا طالع وعيونه شرار، مسكني من إيدي بقوة ودخلني الأوضة وقفل الباب وقال لي بغضب انتي واقفة بتعملي إيه هنا وبتتسحبي ليه؟